والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بارك الله فيكم. جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، هو أثر يعني: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد، وذلك من مكة إلى الطائف وعسفان. أخرجه الشافعي في الأم وصححه، وكذلك أخرجه ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وابن كثير، وابن الملقن في البدر المنير، وابن حجر، والشوكاني، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهكذا بارك الله فيكم قال في 4 برد. والبرد جمع بريد، وهي كلمة فارسية يراد بها الرسول الذي ماذا يذهب بالبريد، ثم استعملت في المسافة التي يقطعها. والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، فيكون قدر 4 برد 48 ميلا، وما يساوي 88 كيلو متر، كما في النهاية لابن الأثير. الله أكبر الله أكبر. وفي المصباح المنير أيضا للفيومي، والمغني لابن قدامة، والمجموع وعمدة القارئ للعيني، كان في حاشية المربع لابن قاسم، والفقه الإسلامي وأدلته للشيخ الزحيلي. فهذه بارك الله فيكم تعريف البرد. تعريف البرد جمع بريد، وهي كلمة فارسية يراد بها الرسول، ثم استعمل في المسافة التي يقطعها. والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، فيكون قدر 4 البرد 48 ميل، وما يساوي 88 كيلو متر. هذا والله الموفق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.